السلام عليكم. سنة 2023 كانت سنة سيئة إلى عادية على مستوى المسلسلات، وهنا أنا باتكلم على المسلسلات الجديدة اللي أول موسم منها هينزل السنة دي، مش المسلسلات المستمرة زي سكسيشن وذا وفينلاند ساجا اللي كانوا مستواهم ممتاز جدا، ولكن أنا باتكلم على مسلسلات اللي أول موسم ينزل السنة دي ما كانتش قد كده، ولكن عرفت إن أنا أختار 10 مسلسلات إن هم يكونوا معانا في أفضل مسلسلات سنة 2023 وغير كلام كتير. يلا بينا نبدأ. في المركز العاشر مسلسل جين في. Freshman class is savage this year. بصراحة أول ما تم الإعلان إن هما هيعملوا مسلسل مشتق من عالم ذا بويز وإن هو هيكون يعني عن مراهقين في جامعة وكده، حسيت إن الفكرة يعني مميزة وجديدة، ولكن في نفس الوقت كنت متخوف، وفي حاجات كتيرة كنت متخوف منها زي المشاهد يعني اللي كانت اوفر جدا في المسلسل دوت، وكان في أحيان كتير جدا ما كانش لازم إن أنت تحطها، غير الأجندات برضو اللي يعني في كل المسلسلات عموما، كل المسلسلات المذكورة تقريبا كلها كان فيها اجندات مقززه جدا، ولكن ما علينا. المسلسل قدر ان هو يربط بشكل كويس ما بين مسلسل ذا بويز، وقدر برضه ان هو يقدم لك قصه مستقله حلوه تقدر تهتم بيها وفكره مميزه في عالم السوبر هيروز. وفي المركز التاسع مسلسل سكافنجرز رايجن. والمسلسل ده هو مسلسل انيميشن من انتاج HBO Max، والحقيقه المسلسل دوت يعني فاق توقعاتي جدا. المسلسل كنت داخل ان هو مسلسل انيميشن عادي، ولكنه بصراحه فاجئني جدا بمستواه، كان كويس جدا. وقصه المسلسل عن وقوع سفينه لرواد الفضاء بالغلط في كوكب غريب، كوكب خيالي فيه كائنات كتيره جدا غريبه، وبناخد رحله مع الشخصيات عشان نستكشف الكوكب دوت وازاي السفينه دي وقعت هنا، وكل الحاجات دي بنشوفها على مدار 12 حلقه، كل حلقه 24 دقيقه، والمسلسل الرسمي بتاعه كان حلو جدا. وفي المركز الثامن مسلسل HBO الغني عن التعريف، مسلسل ذا لاست اوف اس. وكواحد مش من فانز اللعبة، المسلسل عجبني جدا. المسلسل من جانب الإخراج والتصوير والكتابة كان كويس جدا، غير طبعا الحلقتين اللي ضاف فيهم أجندات ما كانش لازم إن هي تضاف خالص، ولو كانت اتشالت ما كنتش هتحس بأي حاجة خالص في المسلسل. وغير برضو إن المسلسل كان فيه تسرع كتير جدا في أحداث عرفتها بعد ما رحت اتفرجت على اللعبة، ولكن غير كده المسلسل كان كويس. ما شفناش برضو مشاهد الزومبي كتير جدا، العالم باين ان هو كبير، ولكن ما خدناش في يعني غير الشخصيتين الاساسيتين وكم شخصية وبس، ومستني تطور ويعني وتحسن في الموسم الثاني. وفي المركز السابع مسلسل ابل تي في بلس، مسلسل شرينكينج. Are you just gonna burn down your career and take me with you? Coin flip? Get out of here. قصة المسلسل عن طبيب نفسي عنده مشاكل في علاقته مع بنته بعد وفاة زوجته، وبنشوف المشاكل ديت بتأثر عليه وبتخليه ان هو يستخدم يعني اساليب غير تقليدية مع المرضى بتوعه، واللي ممكن تأثر بالسلب. وبنشوف دوت في خلال يعني المسلسل، ومسلسل من نوع الكوميديا والدراما، والمسلسل فعلا بيديك طاقة ايجابية، والناس اللي عجبهم مسلسل تيد لاسو وهيعجبهم المسلسل دوت جدا. في المركز السادس مسلسل HBO Max، مسلسل لاف اند ديس. And the truth has a way of coming out. مسلسل أحداثه مستوحاة من أحداث حقيقية عن كاندي مونجومري اللي بتقتل جارتها بفاس بعد ما كان ما بينها وما بين زوج جارتها علاقة في السر، وبنشوف يعني تقديم القصة ديت بشكل تسلسلي كان كويس جدا. بنشوف حياة الشخصيات في الأول كانت عاملة ازاي قبل الكارثة ديت، وبعد كده بنشوف الجريمة والتحقيق والمحاكمة، وكل دوت في 7 حلقات بس. والمسلسل الحقيقة قدم أفضل أداء لإليزابيث أولسن في مسيرتها كلها من وجهة نظري. وفي المركز الخامس مسلسل بوكر فيس. ماذا لو عندك القدرة ان انت تعرف اللي قدامك بيقول الحقيقة ولا بيكذب؟ دي هي قدرات بطلة المسلسل بتاعنا، اللي هي تعتبر كأنها جهاز كشف الكذب. يعني بنشوفها على مدار 10 حلقات، بتحل كل حلقة جريمة جديدة، والمسلسل من امتع مسلسلات السنة.
وفي المركز الرابع مسلسل All the Light We Cannot See. The most important light is the light you cannot see. والمسلسل عن احتلال ألمانيا لفرنسا في فترة الحرب العالمية الثانية، وبنشوف الأحداث من وجهة نظر شخصيتين. بنت عمياء فرنسية بنشوف إن هي بتدور على الحرية بطريقة إن هي يعني بتبعت رسائل مشفرة في الراديو، وجندي عبقري في صناعة الراديو مجبور على الحرب. كل ده بنشوفه خلال خطين مختلفين، المفروض إن الخطين دول بيتقابلوا في وسط الأحداث، وكل دوت مع كتابة وإخراج وتمثيل كانوا مميزين جدا. ومسلسل مكون من 4 حلقات وعلى نتفليكس. وفي المركز الثالث مسلسل Lessons in Chemistry. We're live in 5, 4, 3. Let's begin, shall we? من المسلسلات الملهمة جدا، بيحكي عن قمع حقوق المرأة وأصحاب البشرة السمراء في خمسينات القرن الماضي في أمريكا. والمسلسل من بطولة بري لارسون، ولكن انت ممكن تقول لي مسلسل من بطولة بري لارسون وعن قمع حقوق المرأة فده أكيد مسلسل فيمينيست مليان أجندات وخلاص ملوش لازمة. ولكن لأ، الموضوع عكس كده خالص. بري لارسون بتقدم واحد من أفضل أداءاتها في مسيرتها كلها، والمسلسل بيحكي فعلا عن فترة يعني المرأة واصحاب البشرة السوداء فعلا كان مهدور حقهم جدا في امريكا، وبالذات المرأة ما كانوا شايفينها حرفيا غير في المطبخ. والمسلسل حقيقي يستحق المشاهدة جدا. وفي المركز الثاني مسلسل نتفليكس بيف. Hey, are you guys leaving or are you just gonna sit there? What you say? What you say? Say it again! I dare you to say it again! حادثة اشتباك بين عربيتين في الطريق بتأدي ان ممكن شخصين يوصلوا ان هما يدمروا حياة بعض. المسلسل بيوريك حاجات كتيرة جدا، منهم ان ازاي الطبقة الفقيرة بتشوف الطبقة الغنية والعكس صحيح، وبيوريك اثر الغضب على الناس لما يكون زيادة عن اللزوم والاسباب تافهة ممكن يوصلنا لايه مع تطوراته، والانتقام ما بين الشخصيات حتى لو كان السبب ما بينهم من الخلاف اللي ما بينهم تافه جدا. والمسلسل من كتر يعني الكليف هانجر القوية جدا اللي في الحلقة هخليك تقدر انت تشوفه كله على مرة واحدة، لان هو اصلا مدة الحلقة نص ساعة. والمسلسل من بطولة ستيفن يونغ بطل مسلسل ذا ووكينج ديد. وافضل مسلسل لسنة 2023 هو مسلسل سايلو. What we see is not what's out there. مسلسل ابل تي في بلس الخيال العلمي بتفوق على كل المسلسلات في سنة كانت بتعاني من جودة المسلسلات الجديدة. فالمسلسل قدم لك قصة مثيرة جدا للاهتمام، ومن المسلسلات القليلة اللي انا تابعتها اسبوع باسبوع وهي بتنزل، وعملنا له مراجعة على القناة تقدر تشوفها، سيب لك اللينك في الديسكريبشن. وقصة المسلسل عن كارثة بتأدي ان كوكب الارض مبقاش صالح للحياة، والكارثة دي مش عارفين ايه سببها، وده اللي بيؤدي ان الناس عايشين تحت صومعة او زي برج تحت الارض بيحكموا قوانين صارمة جدا، مش عارفين مين اصلا اللي بيدي القوانين ديت وايه اسباب القوانين ديت، وتساؤلات كتيرة جدا بيتجاوب عليها، وتساؤلات كتيرة منتظرينها يعني هي تتجاوب عليها في الموسم الثاني. ودلوقتي جه دورك عزيزي المشاهد تقول لنا افضل 10 او 5 او افضل مسلسل حتى ليك نزل في سنة 2023. ومتنساش ان الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، ولو الحلقة عجبتك متنساش لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم.